الشهيد مصطفى حافظ مؤسس العمل الفدائي في فلسطين، رجل الظل اللي حير إسرائيل لسنوات عديدة وغدر بيه أحد رجاله، أبو الفدائيين والعدو الأول لموشيه ديان. قال عنه المؤلف الإسرائيلي المتقاعد يوسف أرغمان في كتابه سري جدا أشهر 30 قصة استخبارية إنه قهر شارون وأدى لتوبيخه وعزله من منصبه، ناضل ببسالة ضد الكيان وأوقع فيه الخسائر وتم اغتياله بعد عملية مركبة. الرجل الظل أو الرجل الشبح أو أبو الفدائيين، الشهيد مصطفى حافظ اللي كان شوكة في حلق إسرائيل وقاد الفدائيين في فلسطين. قبل ما نكمل حلقتنا النهاردة ما تنسوش اشتركوا في قناة حكاية وطن علشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تتابعونا على الفيسبوك وإنستجرام وتيك توك. صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ. اتولد الشهيد مصطفى حافظ في قرية زاوية البقلي في مركز الشهداء في المنوفية، وده يوم 25 ديسمبر سنة 1920. ولادته كانت في بيئة ذات طابع مصري أصيل بتغلفها سمات الشرف والأمانة والكرم. وفي سنة 1934 دخل حافظ مدرسة فؤاد الحسينية الثانوية، وهناك كان معرفته الأولى بالاستعمار وشارك في أكتر من مظاهرة ضد العدوان. بعد حصوله على البكالوريا سنة 1938 دخل الكلية الحربية، وهناك اشتهر خلال فترة دراسته بلقب ذو الأعصاب الحديدية، والكل كان بيشهد بشجاعته وذكائه وكفاءته. وفي سنة 1940 اتخرج حافظ من الكلية الحربية بتقدير مرتفع، وبعد التخرج من الكلية الحربية عين الشهيد مصطفى حافظ ملازم بسلاح الفرسان سنة 1940، وبدأت شخصيته المميزة تفرض نفسها في كل مكان يكون فيه. ولأنه كان بيتطلع لتنمية مهارته ومعارفه وقدراته قدر إنه يحصل على فرقة طبوغرافيا سنة 1943، وبعدها حصل على فرقة أسلحة صغيرة في سنة 1945. وفي 3 يوليو سنة 1948 انتدب لسلاح الحدود برتبة ملازم أول، وبعد كده تعين حاكم لبلدة بيت جبريل لحد سنة 1949، ومن بعدها حاكم لرفح جنوب قطاع غزة، وبعد كده اتنقل لمحافظة البحر الأحمر وتعين مأمور للغردقة. في الوقت ده كان الشهيد مصطفى حافظ على علاقة بالضباط الأحرار وجمال عبد الناصر، وكانوا بيقولوا عليه إنه مش مجرد ضابط محترف لكن خبير بالبشر والسياسة، وقدر خلال فترة شغله في رفح وغزة إنه يضيف لدراسته الميدانية والعسكرية خبرات صقلتها إمكاناته الشخصية وقدرته غير المحدودة على إقامة علاقات مع البشر وفهمهم. وفي ديسمبر سنة 1951 حصل مصطفى حافظ على فرقة تعليم شؤون إدارية بتقدير امتياز، وفي أكتوبر سنة 1952 انتدب لإدارة المخابرات أو مكتب مخابرات فلسطين، وأسندت إليه مهمة قيادة مكتب غزة بعد ما اختاروا الرئيس جمال عبد الناصر للمهمة دي بنفسه، لأنه في الوقت ده الفدائيين في غزة ما كانوش منظمين وكل جماعة شغالة مع نفسها، وده اللي كان بيكلفهم ضحايا بشرية ومالية وحاجات تانية كتير. علشان كده حب الرئيس عبد الناصر إنه يبعت ليهم شخص ينظم عملياتهم ويكونوا كلهم إيد واحدة في وش معتدي واحد. في الوقت اللي بدأ فيه الشهيد مصطفى حافظ مهمته في فلسطين ما كانش للفلسطينيين على رأي ما قال المرحوم السادات قبل كده لا درع ولا سيف يردوا بيه على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في حقهم. وقتها سافر مصطفى حافظ لجميع مدن القطاع واختار بنفسه الشباب اللي هيضمهم للمقاومة الفلسطينية، ومن هنا بدأت العمليات الفدائية، وبدأت معاها إسرائيل تحس بالوجع والفزع من التنظيم المفاجئ اللي بقوا يشوفوه قدامهم لمدة سنة كاملة. واشتغلت المقاومة ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وواجهت ليهم ضربات كل واحدة كانت أكبر من التانية، غير إنها أحبطت كتير من الهجمات الإرهابية للعصابات المسلحة جوه الأراضي الفلسطينية. ساعتها اهتم مصطفى حافظ بشكل خاص بتنسيق الجهود مع الفدائيين الفلسطينيين على الجبهة السورية عن طريق الملحق العسكري بالسفارة المصرية في عمان، وده اللي طور في حجم العمليات اللي بينفذها الفدائيين جوه إسرائيل، لدرجة إن معدل العمليات وصل لأكتر من عملية يوميا. وقتها بدأ اسم مصطفى حافظ يتردد بقوة في قطاع غزة، وعرف الموساد إنه وراه كل العمليات دي وسموه الرجل الظل. علشان كده قررت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية إنها تسعى ورا الشهيد مصطفى حافظ علشان يصفوه بشكل نهائي وبأي تمن. وعلى الرغم من السنين الطويلة اللي قضاها مصطفى حافظ في حربه ضد الإسرائيليين، إلا إن مفيش راجل واحد في كل أجهزة المخابرات الإسرائيلية قدر ياخد ليه ولا صورة من قريب أو حتى من بعيد، ومن هنا تسمى بلقب الرجل الظل.
وسجل الإسرائيليين في تحقيقاتهم مع الفدائيين اللي اتقبض عليهم إنه راجل لطيف يثير الاهتمام والاحترام ومخيف في مظهره وشخصيته. في الوقت ده كان الشهيد مصطفى حافظ مقيم في بيت بقطاع غزة خصصته ليه المخابرات الحربية، وكان معاه زوجته وأولاده. وقتها حاولت إسرائيل اغتياله أكتر من مرة، وده عن طريق الهجوم المباشر أو الإنزال الجوي أو حتى البحري، لدرجة إنهم حاولوا يغتالوه بالسيارة المفخخة وبرضه فشلوا. وده لأن الشهيد مصطفى حافظ كان شخص ذات قدرات استثنائية على التخفي والاحتياط والمراوغة. ما هم مش هيطلعوا عليه كل الألقاب دي من فراغ برضه. وده اللي خلى الشهيد مصطفى حافظ يكون صداع في رأس إسرائيل. ولما فشلوا في استهدافه مباشرة، حط موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلي خطة شيطانية لاصطياده عن طريق واحد من مساعدينه، وكان من الشبان الفلسطينيين واسمه محمد البدوي. وكان محمد عميل مزدوج شغال مع المخابرات المصرية والإسرائيلية في نفس الوقت. وادى موشيه رسالة لمحمد البدوي وطلب منه يوصلها للطفي العكاوي. وكان موشيه على يقين إن محمد هيمرر الرسالة دي على مصطفى حافظ بالتأكيد، لأنهم كانوا عارفين قد إيه الراجل ده بيحب يعرف تفاصيل كل حاجة، سواء كانت من قريب أو حتى من بعيد. وفعلا ده اللي حصل، وأثارت الرسالة فضول الشهيد مصطفى حافظ، لأن العكاوي كان من أقرب أصدقائه وما كانش يتصور أبدا إنه يكون متعاون مع الاحتلال. وساعتها طلب الشهيد مصطفى حافظ من محمد البدوي إنه يمرر ليه الرسالة فورا لمكتبه. وبمجرد ما فتح حافظ الرسالة انفجرت في وشه، لأنها للأسف كانت رسالة مفخخة. واستشهد يوم 11 يوليو سنة 1956. وفي 13 يوليو نشرت الأهرام في صفحتها الأولى: قتل البكباشي مصطفى حافظ نتيجة ارتطام سيارته بلغم في قطاع غزة، ونقل الجثمان إلى العريش ومنها جوا إلى القاهرة. وبعد استشهاد مصطفى حافظ بيوم، دبرت المخابرات الإسرائيلية كارثة جديدة راح ضحيتها الشهيد عقيد صالح مصطفى، وكان الملحق العسكري في العاصمة الأردنية عمان، والمسؤول عن تدريب وقيادة الفدائيين الفلسطينيين لتنفيذ عمليات داخل عمق الكيان الصهيوني. وعلى نفس طريقة اغتيال مصطفى حافظ وصلت رسالة ملغمة برضه جوه كتاب عن سيرة ذاتية لواحد من جنرالات هتلر، ولما فتح صالح مصطفى الرسالة انفجرت في وشه ومات فوراً. وبعد استشهاد مصطفى حافظ رثاه الزعيم جمال عبد الناصر في الخطاب الشهير الذي ألقاه في الذكرى الرابعة للثورة، وده الخطاب اللي أعلن فيه تأميم قناة السويس يوم 26 يوليو سنة 1956. وما اعترفش الكيان الصهيوني باغتيال مصطفى حافظ إلا بعد مرور 38 سنة في كتاب ليوسا أرجمان بعنوان سري جدا، واللي تم إصداره سنة 1993. وبعد احتلال الإسرائيليين لغزة، ولما كانوا بيشوفوا أي صورة للشهيد مصطفى حافظ متعلقة في البيوت أو المقاهي أو المحلات، كانوا بيخلعوها فوراً من أماكنها ويرموها على الأرض ويدوسوا عليها بالأقدام. وكان الفلسطينيون بيجمعوها مرة تانية ويلفوها في أكياس كأنها كفن ويدفنوها تحت الأرض. وكانوا بيقروا على روح صاحبها الفاتحة، لأنهم ما كانوش بيدفنوا صورة، إنما كانوا بيدفنوا روح خالدة في أذهان أجيال. وهنا بنكون وصلنا لنهاية حكاية قصة مصطفى حافظ، لكن حكاوينا مش بتخلص. حابين نعرف رأيكم في التعليقات، هل الحلقة عجبتكم ولا لأ؟ يلا استنونا في الحلقة اللي جاية. سلام.